تحذير ناري من الجيش المصري للي بيفكر يقرب، والرسالة أو البيان مش لشخص بعينه، دي رسالة موجهة لأي حد لو بيفكر حتى مجرد تفكير إنه يقرب من حدود مصر أو مقدراتها أو شعبها. عشان نعرف الحدوتة، فنجان البن التمام، ويلا نعرف الحدوتة سوا. الموضوع مش مجرد تصريح أو بيان صدر، دي كانت رسالة مباشرة من الفريق عبد المجيد صقر وزير الدفاع المصري، اللي قالها في لقاء مهم جدا مع قادة المنطقة المركزية العسكرية. مكان اللقاء كان في القيادة المركزية، من ضمن الحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وكان معاه قادة الأفرع الرئيسية وعدد كبير من القيادات المركزية. الرسالة كانت واضحة وما فيهاش تجميل، الجيش المصري جاهز وعنده قدرات قتالية وأسلحة متطورة وعتاد كفيلة إنها تردع أي حد يفكر إنه يقرب من حدود مصر أو يمس الشعب المصري. يعني بالعربي أي تهديد بيساوي رد قاطع، والمعادلة دي مفهومة ومعروفة من زمان قوي، بس واضح إن هي كانت لازم تترجم أو تطلع فوق. نقطة مهمة جدا قالها الفريق صقر: القوات المسلحة مش قوية بأسلحتها وعتادها بس، لكن برجالتها وانضباطهم والتزامهم والعقيدة الخاصة بالجيش المصري اللي تربوا عليها من زمان قوي. السؤال الأهم والأخطر يا صديقي، ليه في التوقيت ده بالذات طلع البيان ده؟ اللواء طيار دكتور هشام الحلبي مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا قال إن اللقاء ده بيجي في لحظة حرجة، العالم معظمه بيغلي وفي مخططات لتشكيل شرق أوسط جديد، وإسرائيل تحديدا بتتحرك سياسيا وبتتابع تطورات وتسليح الجيش المصري باهتمام بالغ. وضح كمان الفريق صقر ان مفيش حاجة اسمها رفاهية الغفلة، والقوات المسلحة والجيش عارفين ده كويس. عشان كده اللقاء ده كان هدفه النهاردة التأكيد على الجاهزية الكاملة لكل أفرع القوات المسلحة المصرية والاستعداد لأي سيناريو. اللواء الحلبي كمان قال ان اللي حصل ده مش مجرد كلام او رسالة من قائد، ده كان حوار مفتوح ما بين القيادات العليا في الجيش المصري وتبادل خبرات وتحليلات وآراء، وده بيأكد لنا ان الجيش المصري ما بيشتغلش لوحده أو مفيش أفراد أو مجموعة. الجيش المصري بيشتغل كعقل رجل واحد، الجيش المصري بيعمل شورى بعقل جماعي، وبيمتلك قراءة واعية للواقع وتخطيط مسبق لأي تطور ممكن يحصل في المنطقة. وأعاد الفريق صقر الرسالة الأساسية من البيان وقال: هنقول تاني إن أي مساس بأمن مصر هيساوي ردع فوري. في النهاية الرسالة وصلت للكل، وخصوصا لعدوك اللدود اللي عمال يفتش ومهتم جدا جدا بتسليحك في الوقت الحالي، ويروح يشتكي ويعيط. والواضح قدامنا ان مصر بلد مش قليلة ولا ضعيفة ولا سهلة، ومفيش حد يقدر يعتدي عليها طول ما جيشها موجود وصاحي وواعي وعلى ارض الواقع وجاهز وقوي ومنضبط. لو عايز تعرف ليه في دول كتير اليومين دول بتراقب تحركات الجيش المصري على الحدود، تابعنا في الحلقة الجاية. لو عجبك الفيديو ما تنساش شير لايك وسبسكرايب، واهلا بيك في اي وقت. اشوفكم على خير.